السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلت بقى ما بديهاش، رحت فكيت وش البوتاجاز وقلت لازم انضفك انت والحوامل بتاعة البوتاجاز. اديكوا شايفين يا جماعة كمية الدهون الرهيبة اللي موجودة اهي. دي يا حبيبتي الدهون دي اللي كانت في الزاوية ما بين وش البوتاجاز وبين الزاوية بتاعة البوتاجاز. والحوامل بقى جبتها وايه قولي معايا، والصواني الاستانلس بتاعتي دعكتها برضك دعكة محترمة جدا جدا، وخليتها قشطة 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 وفلة كمان. تعالي بصي معايا وشوفي انا استعملت ايه. مش هقولك بقى الفلاش بكذا ولا الرش كذا ولا الجلانس كذا. شوفي جبت خلطة من الراجل بتاع المنظفات وظبط لي الدنيا اخر تظبيط. يلا معانا شوفي كمية الدهون والزيوت اللي كانت موجودة اهو. انا معيش بقى اقول لك هاتي بقى الجلانس اللي كذا والمسحوق اللي كذا. شوفي بالطبيعة كده جبنا السكينة وقعدت اكحت بقى كده وايه واديتها وش نظافة. شايفين؟ فرشت بقى في الارض قلت يا انا يا انت النهاردة تعالى. بقاله سنين طويلة صراحة اهو. للناس دي فكرة للناس اللي معهاش إمكانيات إنها تجيب اللي هي الأزازة الصغيرة اللي ب50 وب60. دي فكرة بسيطة خالص مني ومن مطبخ دعاء بقدمها لك أهي. حاجة بسيطة خالص. أول حاجة بقى كده إيه اعتمدت على الله، قلت بسم الله وتوكلت عليك يا رب واستعنت بالله فعلا. كان الموضوع صعب عليا أوي أوي يا جماعة، لكن على مين؟ بأمر الله قدرت عليه وهوريك النتيجة في الآخر. خليكي متابعاني للآخر. شايفة؟ دي الزاوية اللي هي الداخلية اللي مش باينة حاجة خالص اهو. شايفة؟ برضو جبت سلكة، جبت شوية صابون محترم. وعلى فكرة الصابون القطع البلدي اللي بتعمل في البيت بيجيب نتيجة كويسة جدا جدا اهو. تمام. يلا كده شوفي انا بوريك كل حاجة بالتفصيل لان انت ممكن تكون عندك نفس المشكلة ومكسلة. لا اتنشطي كده ما تستصعبيش حاجة اهو. شايفين يا جماعة؟ شايفين كمية الدهون؟ حتى السكينة مش قادرة عليها. بصي شوفي هجيبها لك بحرف السكينة ازاي اهي. دي بقى في الاجزاء الداخلية. شايفة الكمية؟ محدش بقى معلش المنظر ده في كل بيت وكل مطبخ. اللي على فكرة البوتاجاز ده بقاله اكتر من 20 سنة يا جماعة شغال، والحمد لله على قد ايدي امشي حالي. مش هجيب جديد، لا هنضف اللي عندي واهتم بيه. لو كل شهر عملت الموضوع ده او كل اسبوع زي ما تقدري كل 15 يوم طبعا مش توصلي للنتيجة اللي انا فيها دي. ده برضك نتيجة ايه ان انا نسيته. كنت بعمله كده من على الوش كده وخلاص. دي كانت عندي حلة شوربة يا جماعة وقعدت تفور وتحط عليها. عقبال ما شلتها كانت باظت زي ما انتوا شايفين كده. وطبيخ بقى والولاد يعملوا وكده زي ما انت عارفة. اديكي بقى ما شوفي ما تخافيش من المنظر ده. لا 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 هتلاقيه فل شمعة منورة ان شاء الله. شوفي استعنت بالله. والخلطة دي يا جماعة انا بجيبها زي ما قلت لك في بداية الفيديو من الراجل بتاع المنظفات. شايفين النتيجة؟ قربت ليك الكاميرا بصي اهو كل الاربع عيون اللي قدامك. ودي الحديدة اللي استانلس الركنة الكيرف بتاع بتاع وش اهو. وش البوتاجاز الجزء ده هو اللي محروق يا حبيبتي. خلي بالك انا هوريهولك ده المحروق ما فيهوش اي رواسب ولا اي دهون ولا اي حاجه. فكره بسيطه مني يا رب اكون فدتك فيها، ومعلومه بسيطه وفرتها لك. وعلى فكره كانت المعلقه بتجيب احسن من السكينه. تمام. في طبعا حاجات تانية طالعة اللي قادر يجيب يجيب، اللي مش قادر زيي على قد ايدك شغلي نفسك واستوري بيتك. وحاجة بسيطة خالص خالص. وما تنسونيش بالدعوة الحلوة اهو. الدعوة الطيبة ويا رب اكون اديتك في معلومة تفيدك اهو يا قلبي. تمام اهو. شايفين الشكل قبل وبعد؟ مع الف سلامة يا حبايبي.